اهلا وسهلا، نتمنى تكونوا مزيانين وفي افضل حال. المهم في الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله غادي ناخذكم معايا في واحد الفلوق يوم من حياتي، يعني يوم عادي جدا. وغادي نديروا شويه تنظيف عميق للمكتب وكل شيء الادوات بحكم الدخول المدرسي وراكم عارفين. و او ميم طون كما تعودتوا عليا ما يمكنش ندير لكم شي فيديو غير هكاك، ضروري نعطيكم فيه شي نصائح ولا شي حاجه اللي غادي تنفعكم. في الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله كما وعدتكم غادي نعطيكم نصائح للناس اللي كيقراو في السانكيام او اللي عندهم هذا العام السانكيام او لا الاولى ثانوي. هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون مميز لانه عارفين انت النصائح ديالي كيكونوا مميزين، لانني كنحاول انني ما نعطيكمش غير العوارض ونخليكم، كنحاول نعطيكم حرفيا الماكسيموم ديال المعلومات اللي تحتاجوهم. فحاولوا انكم تركزوا على هذا الشيء المزيان. وجيبوا شي قهوه كيما مداري، جلسوا تفرجوا فيه تصنتوا له وانتم مركزين وعقلوا على داك الشيء، وكاع ماذا بكم تيليشارجيوه وتبقاو تعاودوا له بزاف ديال المرات باش تعقلوا على هاد النصائح مزيان. يعني ديجا حاطه لكم فيديو بحال هذا، ولكن قررت انني ندير هذا الفيديو هذا مع ذلك لانه تحت الطلب ديالكم. المهم كملوا معايا الفيديو تالي. شوفوا انا غادي ننصحكم اول نصيحه واللي بسببها اصلا راكم كتفرجوا في هذا الفيديو هذا. المهم في العام ديال السانكيام غادي يكون عندكم حرفيا بزاف ديال الوقت، لانه ما عندكمش اولا امتحان. الاساتذه غادي يرخفوا عليكم من ناحيه الدروس. شوفوا انا نعطيكم مثال بحال في الفروض، واخا ديال المواد العلميه راه لا باز وكل شيء، غتلقاو راسكم كديروا مثلا في الفرد درس ونص، جوج دروس، ثلاثه دروس كاع الا كثرتوا. يعني عندكم الوقت باش انكم تخدموا على قرايتكم وكل شيء، ويبقى لكم عاد الوقت ديال الفراغ، الوقت شايط. هذاك الشيء خصكم تستغلوا مزيان داك الوقت اللي شايط لكم. وعلاش قلت لكم بالضبط هذيك الهضره في الاول زعما نتاع ان هذا الفيديو بسبب السانكيام راكم كتفرجوا فيه، لانه انا في السانكيام باش درت هاد القناه هذه في يوتيوب. اول حاجه كنت درتها ماشي هي انستغرام وانما قناه في يوتيوب، والصراحه كنت لقيت هاد الهوايه ديالي نتاع انني نصور ندير اعمال يدويه وكل شيء. لقيتها في السانكيام، كان عندي الوقت وقررت انني نستغله في شي حاجه اللي تفيدني، شي حاجه اللي غادي انا نلقى فيها راحتي، نلقى فيها راسي. هذاك الشيء حاولوا انكم تلقاو راسكم. شوفوا سواء في الرياضه كلشي بحال الدراري، الا كنتو مثلا عندكم شغف بالرياضه وكل شيء، دخل لهذا العام تكون سنطر على داكشي اللي كيعجبك. من بعد في الاولى باك غتلقى له شويه نتاع الوقت، يعني غتحاول انك تبقى تستمر. ولكن راه الا بغيت تلقى زعما الهوايات ديالك وكل شيء، السانكيام هو احسن عام تقدر دير فيه الهوايات ديالك. ولكن حدا راسك لا تمشي تضيع هذا الوقت هذا شي حاجه اللي تافهه تفرج. بالنسبه للبنات تفرج على مسلسلات داكشي بعدوا عليه، والله الا غتلقاو الوقت لهذا الشيء هذا، ولكن ما تضيعوش فيه الوقت. حاولوا تستغلوه في شي حاجه اللي زينه وتعود عليكم بالنفع. ثاني حاجه كنت بغيت نقولها لكم هو ان هذا العام غادي يكون عندكم الوقت بزياده باش تخدموا، باش تفوقوا، ماشي باش تخدموا صافي غتنجحوا. خصكم تمشيو بهذا المبدا، ديروها في بالكم بان هذا العام هذا خصني نتفوق، ماشي غير ننجح صافي غير ما عنديش امتحان ما نقراش ما نديرش مجهود. راه للاسف اكثر جمله كتخرج على التلامذ هاد العام هي السانكيام غير لعب. انا السانكيام فوتو غير لعب وجبت ما عرفت جبت 16 ونجحت. مثلا الا كنت نتايا مهبط كاع الهدف ديالك، مثلا كتقول يا ربي غير ننجح، غتبقى تسمع بزاف هذوك صحابك اللي يقولوا لك انا السانكيام فوتو غير لعب ونجحت وكذا. شوفوا السانكيام باش يفوت زوين ديروا فيه ذكريات زوينه، ماشي باش يفوت زين صافي ما تقراش. هذاك هو زعما كيحسوا راسهم داروا انجاز. هذوك الناس اللي كيقولوا السانكيام غير لعب في السانك، ولكن لعب بعقلك كما يسمى. قرا، دير هوايات، دخل الانشطه النادي. حتى انا كنت في هذاك العام بعدا كريت واحد النادي وبديت كنخدم عليه وكل شيء. يعني داك العام حرفيا درت فيه بزاف ديال الانجازات وبزاف ديال الحوايج اللي خلاوني نفتخر براسي في داك العام. لانه حرفيا في الاولى باك والثانيه باك راه ما غاديش يبقى لكم الوقت لهادي، ماشي ما يبقاش، غادي تحس راسك تزيرت بالوقت، تزحمت. باغ كونطخ في السانكيام غادي تلقى راسك عندك بزاف ديال الوقت تبقى تخدم وانت مرتاح. غنفهمكم كيفاش. مثلا غير في الفروض الا جيتو واخا كاع المواد العلميه غتلقاو راسكم مثلا في الفرض عندكم درس ونص، جوج دروس، ثلاثه دروس كاع الا اكثرتو. حتى في المواد الادبيه لانه حتى هما ما فيهمش امتحان، يعني حتى هما غادي يبقاو يرخفوا عليكم. تقدر مثلا ما تحفظوش كاع القران، مثلا تربيه اسلاميه يدير لكم غير درس واحد في الفرد على حسب الاساتذه. هذا الشيء طبعا، ولكن راه كنقول لكم الاغلبيه ديال الاساتذه كيخدموا معكم هما مرتاحين. يعني
يعني ما عندكمش امتحان. ولكن هذا الشيء هذا ما يخليكمش ما تقراوش وصافي وترتاحوا تعيقوا في الراحه كاع بزاف. بالعكس، راه السانكيام هو لا باز ديال الاولى باك. راني عارفه بلا هاد الهضره ديجا سمعتوها بزاف ديال المرات وما نجيش نعاود لها انا بزاف. انا الهدف ديالي كان هو ديك الفكره ديال السانكيام غير لعب، ما تخليوهاش تاثر عليكم بزاف، لانه انا كنت كنعرف الصراحه بزاف ديال التلاميذ اللي كانوا كيقراو معايا خصوصا دراري كانوا متفوقين في الاعدادي، ولكن للاسف ملي كيطلعوا للسانكيام كيتصاحبوا مع شي دراري اصدقاء السوء وما كيبقاوش يهتموا بالقرايه ديالهم كذا، يديروا الصداع، الاساتذه ياخذوا عليهم فكره خايبه. وشوف، الا كنت مثلا انت غادي تقرا 3 سنين في ديك الثانويه، فراه يقدر دوك الاساتذه اللي قراوك في السانكيام يوليو يقراوك في السيزيام، وتقدر انت كاع في السيزيام تبغي تبدل، ولكن الاساتذه غادي يبقاو عاقلين عليك انت في السانكيام كنت مشاغب وما كنتش تبغي تقرا وكنت دير لهم الصداع، والاداره عاوتاني غتاخذ عليك نظره خايبه. هذاك الشيء انت تفادى هذا الشيء كامل، وركز على قرايتك هذا العام وجيب ان شاء الله احسن نقطه. شتو هذا العام تجيبوا 18 حرفيا بسهوله، وتجيو نتوما الاولى في القسم بسهوله كبيره. لذلك ركزوا في قرايتكم مزيان هذا العام. وراه الا ركزت في قرايتك في هذا العام ما معناتهاش بانك راه ما غاديش تعيش الحياه، بالعكس راه غادي يبقى لك الوقت باش دير المحتوى باش دير بزاف ديال الحوايج. واكبر دليل هو انا اللي هذا العام كريت فيه، يعني هذا العام اللي كنقصد السانكيام كريت فيه نادي ودرت فيه صناعه المحتوى، يعني يبقى لكم الوقت شايط بزاف، خصكم تعرفوا كيفاش تستغلوه. ثالث حاجه والصراحه هاد النصيحه الذهبيه اللي تقدروا يعني تمشيو تطبقوها وما تردوش فيها، ومهمه بزاف وخطيره جدا، اللي هي تعلموا اللغات في السانكيام، ما تخليوش حتى للسيزيام. شوفوا راه اللغات راه ماشي زعما غير زعما تعلم لغه غير هوايه ولا مع نشاط ولا شي حاجه، راه ضروريه جدا. علاش؟ لانه راه عندك الفرنسي غادي تفوتها في الجهوي ديال السيزيام، والانجلي غادي تفوتها في الباك، فراه ديما غادي تلقى هذا المشكل هذا الا ما تعلمتش هاد اللغات وضبطتهم في السانكيام، لانه هذاك هو الفرصه ديالك باش انك تضبط دوك اللغات. انا عارفه صعيبه باش انك تتعلم في الدار وكذا. شوف، الا كانت عندك بعد الامكانيه كاع بلا ما تفكر سير دخل لي سونطر وزيد فيهم السوايع، ولكن الا ما كانش عندك الامكانيه حاول تعلمهم بواحد الطريقه، يعني تعلم وانت كتستمتع. مثلا تفرج افلام بلونجلي. البنات الا كانوا كيعجبوك ما كتفرجوا لي فلوق، تفرجي لي فلوق نتاع شي قنوات مثلا اجنبيه مثلا بلونجلي ولا بالفرنسي. ركزوا على هاد اللغات مزيان. وبالنسبه للناس كاين شي ناس عاوتانيك كيقول لك لونجلي هي لغه العالم كذا، وحقا كيكون عندهم الشغف باللغه الانجليزيه وكل شيء، ولكن ما تنساش بان من غير الفرنسي راه غتكون عندك في الجهوي وهذه راها باينه ومؤكده، راه غادي تحتاجها في لي كونكور. حرفيا كاع لي كونكور مور الباك كيكونوا بالفرنسي، وخصوصا عاوتاني كلوغال كتقدر تفوته بالفرنسي بلونجلي. يعني ضروري هاد اللغات هادو تكون دايرهم في جيبك، تعلمهم من دابا. إلا كان عندك مشكل فيهم، راني عارفه بالله الاغلبيه مثلا كيكونوا يقراو في العمومي، للاسف لونجلي كيقراوها حتى للتاسعه، فانت ما تخليش راسك تبقى في التالي. بزاف المساجات والله الا كيوصلوني، هادشي كنهضر عليه الواقع زعما، كيوصلوني مساجات سلوى انا عندي كنخليو بعض المرات حتى الشهر التالي، وكان بعدا غير في الاولى باك في البدايه تعتق شويه الموقف، تمشي هكا دير ليتود كذا تصوفي راسك كما يسمى. ولكن كاين شي وحدين كيخليو حقا حتى الشهر التالي وكيجي يقول لك سلوى انا عندي مشكل في برودكسيون اكري شنو ندير، سلوى انا عندي مشكل في الرايتين تاع اللونجلي وشنو ندير. راه خصك تريقل هادشي هذا من السانكيام، والا غادي تطلع للسيزيام والباك غادي تسوفري من هاد الناحيه والله العظيم. ويقدر حتى مور الباك راه قلت لكم لي كونكور كلشي بعدا بالفرنسي. كاين شي ناس يعني كيبقى يقول لك انا مثلا لونجلي لغه العالم انا ما نتعلمش يعني الفرنسي، حقا كتلقاه مجهد في لونجلي وكلشي، ولكن ما تنساش بانك راك في المغرب، ما دمت في المغرب فراه خصك تتعلم الفرنسي. رابع نصيحه هو في السانكيام حاولوا انكم تعتمدوا على راسكم، تعتمدوا على التعلم الذاتي، ماشي ديما تسناو من الاستاذ يكون بيرفكت، الاستاذ يعطيكم كل شيء باش عاد نتوما تقراو. يعني بزاف كيديروا السباب الاساتذه، هذا الاستاذ ما يقريش مزيان. راه حقا نشوفوا كانت تافقت انا، راه تلاقيت مع شي اساتذه لا حول ولا قوه زعما ما عندك ما تقول، بصح ما عندك ما دير. عاود شنو غادي تجلس ما دير حتى شي حاجه، ما تقراش وصافي وتقول بالناقص؟ لا، خصك تدبر على حل. والصراحه احسن حل ممكن تعلموا غادي ينفعكم حتى في الحياه الجامعيه. وصح هذا الحل هذا
هاد التعلم الذاتي حنايا تعلمناه من كورونا. حنا كورونا فاتت علينا في الثامنه تقريبا والتاسعه، كنا انا بعدا تما فين تعلمت هاد التعلم الذاتي. تعلمت ندبر على راسي يعني هكا في يوتيوب. كنت كنعتمد غير مثلا على الاستاذ، ومن نحصل خصني مثلا نسول الاب ديالي ولا الاخ ديالي، ولا من بعد اكتشفت بان كلشي كاين في يوتيوب، كلشي كاين في الانترنت الحمد لله. دابا ما بقاتش شي حاجه كاع تسول شي واحد تقول له عاد ترادوي لي هذه، ولا راه كلشي كاين في يوتيوب، في لي زابليكاسيون في التليفون. يعني خصك تعرفي كيفاش تستخدمهم، وهذه حاجه مهمه بزاف. التليفون هذا العام اغلبيه كيديروا التليفون في سانكيام، ما عرفتش. المهم انا كنت درت تليفون هاك في التاسعه سانك. يعني الا كان هذا اول عام ليك عندك تليفون وكل شيء، حاول تستغله مزيان. حاول تستغله مزيان في شي حاجه اللي تفيدك وتنفعك، ماشي تبقى عاطيها. خصوصا الدراري بقاو عاطينها غير اللعب، غير اللعب نهار كامل، وانت كتفوتها غير في دوك لي جوي. والصراحه ما فهمتش. المهم كل واحد البليه ديالها. عاوتاني كاين البنات اللي يبقاو متبعين غير المسلسلات. والصراحه داكشي راه مضيعه الوقت. ما كنقولكش ما ديرش كاع، ولكن خصص لهم واحد الوقت وتعلم تنظم وقتك من هذا العام هذا. ماشي تخلي حتى الاولى باك الثانيه باك وانت ما عارف شنو دير، ما عارف لا واش انت كتقرا في الليل ولا كتقرا في النهار. يتخربق لك الصوالح وتبقى تدبر كيفاش نوازن بين المواد العلميه والمواد الادبيه. شوف انت خذ 5 ايام بحال اكزامبل، تريني فيه، جرب جميع الطرق اللي تقدر تعاونك باش انك تقرا. انا 5 ايام الصراحه هو اللي كنت كما نقولوا تفوقت فيه، وحاولت انني نلقى الطرق الصحيحه باش انني نخدم على المواد، الطرق الصحيحه اللي غتناسبني انا. طبعا مثلا هاد الماده ما جبتش فيها مزيان، كنولي نبدل المصادر، نولي نبدل الطريقه. مثلا كنت كنحفظ مثلا غير هكا كنعرض على راسي، نمشي نحفظ نجرب السبوره. وبزاف ديال الطرق اللي اكتشفتهم. مثلا انا كيعجبني وكنقدر نحفظ بالسبوره احسن من انني نبقى هكا نعرض على راسي. كاين اللي يعجبو يكتب باش يحفظ، باش يعقل على داكشي. دونك نتوما هذا العام هذا اكتشفوا الطريقه اللي تناسبكم نتوما باش انكم تقراو، باش في الاولى باك والثانيه باك يعني تانتيغراو ديريكتومون. ماشي تبقى عاد تسول راسك انا كندير نخدم الماط واش انا كنفهم الماط ولا ولا خصني نخدم التمارين عاد باش نعقل عليه. لانه كل واحد سبحان الله والقدرات العقليه ديالو وكيفاش هو يعني يتعامل مع ديك الماده. كل واحد كيفاش كيخدم على المواد. صراحه انا كنحاول ان نعطيكم بعض الطرق، شي الطرق اللي خصكم يعني تعرفوهم، يعني باش انكم تجربوهم وتشوفوا الى صدقوا معكم ونفعوكم وشتوا عليهم زعما واحد النتيجه مزيانه. خامس واهم اهم حاجه، وخا نعاود لها 100 مره راه ما غاديش تكفي، وهي ان في السانكيام خصكم تعرفوا العام كامل عندكم باش تعرفوا راسكم واش غادي ديروا سيونس مات وقادين به، ولا ديروا سيونس فيزيك، ولا ديروا سيونس اسفات. يعني في هذا العام ديال السانكيام خصكم تحدوا. المهم نتوما راكم ما غاديش ديروا يعني في كيقولوا له في الاولى باك واش بيسي، ما غاديش تحدوا واش بيسي ولا اس في تي، غادي ديروا غير سونس اكس. ولكن نتوما من الاحسن هذا العام هذا تشوفوا راسكم واش عندكم مع الاس في تي، واش عندكم مع الفيزيك، واش عندكم مع الماط. داكشي خصكم تخدموا باش تعرفوا راسكم واش عندكم مع هاد المواد هادو ولا لا. يعني خصك تخدم بجديه نيشان، يعني على اساس انك عندك، حسب بحال عندك انت كاع امتحان، خدم على هذا الاساس. ماشي تمشي تخدموا نتا يعني كاع ما مسوق كذا تدخلوا نتايا ملاشي كاع. كاين بزاف اللي كنعرفوا والله الا داك السانك زعما كيفوتوا كاع ملاشين، ولكن ما كنعرفوش بان هذاك، تخيل هذاك بحال شي حاجه مثلا كنجبدوها نرجعوها للور مزيان باش نطلقوها كل ما رجعناها للور مزيان غادي تطلق وتمشي بعيد. هكاك السانكيام كل ما زيرت راسك مزيان في السانكيام فراك غادي تمشي بعيد في الباك، وغادي تجيب نقطه اللي زوينه بزاف في الباك. بقات دابا اخر نصيحه نقدر نعطيها لكم مهم بالنسبه للتلاميذ يعني اللي طالعين الاولى ثانوي، يعني نصائح عامه. اول حاجه حاول عمرك ترفع صوتك على شي استاذ، ولا تنوض دابز، ولا تزيد في الهضره، ولا الاستاذ مثلا يقول لك شي حاجه وانت ترد عليه، ولا لانه حقا هذا الشيء غادي يخليك توقع غير في شي صداع. شوف الله يجعلو كاع يكون ظلمك. المهم نتايا عطي الثقه للاساتذه، خليهم بعاد عليك. راه كان ديما ما عرفتش شكون اللي كان كيقول لي هاد الهضره، والله ما بقيت عاقله، ولكن راه عمر الاداره غادي تجي ضد الاستاذ على داكشي. واخا كاع الاستاذ ما يكونش يقري مزيان ولا داكشي، قلت لكم اعتمدوا على راسكم، اعتمدوا على التعلم الذاتي. راه الحمد لله كل شيء كاين في يوتيوب، الدروس هكا، المصادر هكا. ما عجبكش هذا الاستاذ بدل هذا الاستاذ
دير اللي بغيت حرفيا. راه كاين هكا الاساتذه في يوتيوب، تبع اللي بغيت. تعلم انك تعتمد على راسك وخطيك بالمشاكل، لانه هادشي غادي يخسر لك غير السمعه ديالك في الليسي. بالعكس هاد العام هذا خصك دير السمعه ديالك في الليسي. وبالنسبه عاوتاني كالتلامذ اللي كانوا كيتعرضوا للتنمر، ما نعرفتش في الاعدادي ولا ف بدل صفحه جديده هاد العام هذا الثانوي، تا واحد ما كيعرفك فيه، ما نعرفت يقدروا ما يكونوش طلعوا معاك نفس الكلام اللي كانوا يقراو في الاعدادي. على داكشي حاول انك كما قلت لكم على الاقل تظاهر بان شخصيتك قويه، واخا ما تكونش شخصيتك قويه. الصحاب والصحابات يعني بالنسبه للدراري، خطيكم اصدقاء السوء والله غتلقاو بزاف، خصوصا الدراري. ما عرفتش علاش انا في السانكيام بعدا كانوا كيقراو معايا القسم كامل حرفيا ما كان كيقرا فيه حتى ولد ما كان كيجلس هكا كاين الناس ويتبع وكذا. ما عرفتش واش زعما غير حيت هذاك القسم زعما اللي قريت فيه انا. المهم حاولوا انكم تبعدوا على اصدقاء السوء. وبالنسبه عاوتاني البنات، بعدوا على صديقات السوء اللي غادي تبقى تهضر لك غير على المكياج وغير على الكسوه ديالها، واش فيها هادي واش لبست وهادي واش ما لبستش. ركزوا هاد العام على قرايتكم، راكم غاديين باش تقراو ماشي باش ديروا عض ازياء ولا ما نعرفتوا شنو، تبهاو على بعضياتكم. ولا ركزوا على قرايتكم مزيان باش ما تندموش. وهذا ما كان، هادو هما النصائح اللي نقدر نقوله لكم الصراحه. وشي نصائح اللي يعني هذا الشيء كنحاول انا نعطيكم بالتفصيل، حرفيا كنحاول انا نعطيكم بالتفصيل. عارفه بان كاين هاد النصائح وتسمعوهم بزاف، يعني فيما دخلتوا كتبوا نصائح للسيزيام للسانكيام عفوا غادي يخرجوا لكم بزاف. ولكن انا كنحاول نعطيكم بالتفصيل باش هكا داكشي يبقى لكم في عقلكم وتعقلوا عليه مزيان مزيان مزيان. وكاع عاودوا الفيديو بزاف تاع المرات تلاشارجيوه عندكم، لانه هادشي هذا ما غادي تلقاوه حرفيا في حتى شي بلاصه. فكنتمنى انني نكون فدتكم. الا بغيتوني نزيد نهضر لكم على شي حاجه اخرى، لانه انا علاش هضرت على هادشي لقيت ان بزاف متبعيني عندهم هاد العام سانكيام. والصراحه السانكيام ما فيش امتحانات، ولا بحال انا كنخدم مع التلاميذ اللي عندهم اولى باك وثانيه باك اكثر، لانه كيكون عندهم امتحان كذا كيفاش تخدم على هاد الماده، شنو الاخطاء اللي ما خصكش ديروا كذا. ولكن كما قلت لكم داكشي اصلا اللي خصكم نتوما تعرفوه راكم عرفتوه في هذا الفيديو. داكشي اللي خصكم تعرفوه راني قلته لكم كامل في هذا الفيديو هذا. ما نظنش واش باقي شي نصيحه اخرى، ولا المهم الا كانت باقي شي حاجه اخرى بغيتو تزيدوا تعرفوا عليها ما نعرف، نقدر نكون نسيت شي حاجه. ما تنساوش تكتبوها لي في لي كومونتير. كنبغيكم بزاف، بسلامه.